السلام عليكم يلا حيهم. نقول قويتوا يا الربع. الفيديو هذا بتحدث فيه أول شيء للتذكير. أنا قلت بعمل بث مباشر بعد نص ساعة لما كنت في الفطور. فالبث المباشر ياخذ دائما وقت طويل على ما الناس تدخل وكذا ويستمع، وبعضهم يستمع بعدين أو شيء. وإذا كان ما شاهد الواحد فورها أو حينها يقول لك ما له طعم. يعني البث المباشر حلاوته وطعمه إنه لما تكون حاضر البث نفسه. لكن في هذا الفيديو سأختصر حتى لا يكون طويل، والمواضيع كبيرة جدا، لا نستطيع أن نختزلها في دقائق معدودة، 2 3 4 دقائق، لكن سأوجز. أولا موضوع اللي كنت أعلنت عنه قبل ساعة، وهو استئناف تصدير النفط في الجمهورية اليمنية. ومن الذي منع هذا التصدير؟ الحوثي. الحوثي قامت عليه الدنيا في عاصفة الحزم 11 دولة عربية بقرار أممي 22/16، ثم كاد أن ينتهي. تدخلت أمريكا على لسان رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني. قال أمريكا منعت دخول الجيش اليمني عن طريق فرضة نهم في بقرار بخط أحمر أمريكي. منعت الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حينها كان هو رئيس مجلس الوزراء. ثم ذكر في نفس الكلام، هو كان يخطب هذا قبل 3 سنوات أعتقد أو سنتين في الساحل الغربي عند حراس الجمهورية العميد طارق، وقال بالحرف الواحد استعادة الحديدة كانت برضه عن طريق ستوكهولم. فيعني كل ما حاولت الشرعية اليمنية بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إنهاء الانقلاب في صنعاء، تخرج لنا إما أمريكا أو قرار أممي أو موضوع ستوكهولم، أو الآن المبعوث الأممي يقول لك وقف التصعيد أو خفض التصعيد في المنطقة. وكأنهم يريدوا الحوثي أن يظل قاعد على قلوب اليمنيين إلى ما لا نهاية. فهذا هو المخطط. لماذا؟ لا نعلم هم، لكن في بعض يفسر إنه كيف بيكون دول الخليج والمنطقة في حالة خطر دائم وفي حاجة دائمة إلى أمريكا والسلاح الأمريكي وحماية أمريكية، إذا لم يكن هناك تهديد حقيقي من الحوثي وإيران. نفس الكلام، إيران من 79 خلقتنا وإيران موجودة، يعني ما حدا انهاها لا في الأحداث الأخيرة ولا قبل. الحوثي منعوه في عاصفة الحزم من إسقاطه، وسمحوا للتحالف العربي أن يدير عملياته في المناطق التي لا تخضع له حاليا الآن 80%. باقي 20% كملوا جميلكم يا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فخلوا التحالف العربي يدخل صنعاء. هم يمنعون. فقلنا لكم لأنهم يستخدمون أوراق ضغط سياسية أخرى على التحالف وعلى الشرعية وعلى المنطقة يعني ككل. دخلت الإمارات هذه الحرب لها أهداف أخرى جانبية، دعمت جهات ليست الدولة، ضربت الدولة خدمة للحوثي. فأحداث كثيرة هذا الموضوع ده. قلناها انه ما دام انه قاموا تحالف بقياده امريكا واسبانيا وكثير دول شاركت فيه وبريطانيا، سموه تحالف الازدهار او اسمه تحالف زهره الازدهار، ولا اسمه هذه تحالف الازدهار، شيء حاجه المنفي الازدهار. الموضوع ما فيه. اذا اردتم وصنفت امريكا الحوثي بانه جماعه ارهابيه، يا اخي خلصوا نفسكم. ما دام انها جماعه ارهابيه، جماعه انقلابيه عليها قرار اممي، تخلصوا منها يا اخي. ليش عاد؟ لا، ما يبغونها، ما يبغون يتخلص. فعلى كل حال الان الشرعيه يعني حست بهذا الخطر الذي دائما على الشعب اليمني، فانه الحوثي دائما بحمايه امريكيه او امميه كما هو يصور، على اساس انه في قرارات ولا تنفذ. فمنعت اي تعامل مع ايران، مع انه دخلت الطائره الايرانيه وخرجت وبعدين والى اخره، والان الاخيره منعت. فكان من البدايه يكون الحزم مع الحوثي كما تم الحزم وعدم التهاون مع الانتقالي بنفس الاسلوب. فعلى كل حال الان تم وضع له طعم. الحوثي اذا اراد التصعيد سيكون من جانبه، لانه الشرعيه قالت نحن سنستأنف تصدير النفط. فالذي منع الحوثي بضرب ميناء الضبه قبل 4 سنوات او 5 سنوات، نذكر كلها هذه الحادثه، انه اراد ان يمنع تصدير النفط. يعني طيب، وبعدين انتم من اللي سيتضرر اذا منع الحوثي؟ هدد انه سيغلق باب المندب في وجه المشتقات النفطيه خاصه السعوديه. فيا اخي انا اقول هذا انت تقدم للسعوديه يا حوثي يعني خدمه ببلاش، خدمه ببلاش تعطيها يا على طبق من ذهب. يعني عرفت، تقول لها ها خذي هذه يا سعوديه. مش تقول انت السعوديه عدو لك، فانت الان تخدمها. السعوديه تقول هذا الحوثي ارهابي،
هذا الحوثي ميليشيا، هذا الحوثي انقلابي على الشرعية، أنا أدعم الشرعية. فانظروا كيف هو الآن منع ذا. فأنا لو كنت مكان السعودية بقفل النفط هذا وبقول عليه تهديدات من الحوثي بأنه سيضرب بأنه سيضرب. من اللي سيتضرر؟ هل السعودية بتضرر؟ لا، المجتمع الغربي، أمريكا مو أمريكا، أوروبا كلها وبريطانيا وشرق آسيا والصين كلهم بيتضرروا، لأنه النفط السعودي 13 مليون برميل يوميا، الناس كلها بتحتاج. إيش السبب؟ والله حوثي منع. فنقول لكم هذا ميليشيا، بيقولوا يا خلونا نتخلص من هذا الإنسان. فلو هو ذكي ما يقوم بهذا العمل، ما بيقوم بهذا العمل اصلا، لا يستطيع ان يمنع السعوديه ولا يستطيع ان يمنع، لكن هو على الشرعيه سواها. الان الفخ الذي وضعته له الشرعيه اذا ضرب المشتقات النفطيه مجددا سيعطي الشرعيه حاله الدفاع عن النفس وانهاء الانقلاب والخوض معركه تحرير صنعاء، لانه هو اللي صعد. الشرعيه قالت نحن الدوله لن نكون عاله على المجتمع ولن نكون عاله على السعوديه وعلى التحالف، ونحن عندنا نفط في حضرموت وفي مأرب وعندنا غاز والى اخره، اذا بنصدر النفط والغاز حتى لا نكون عاله على المجتمع. فهو ايش بيسوي؟ بيروح بيضرب هذا، ما بيضرب السعوديه، ما يقدر، لان السعوديه اذا ضربها اما تكون عليه، هو في كلا الحالتين خسران خسران. السعوديه بتكون ردها رد عنيف بيكون. اثنين، اذا تعاملت مع السعوديه بطريقه الذكاء اللي معروف عند السعوديين، انه بيقولوا للمجتمع الدولي شوفوا كيف انا كنت اقول لكم انه هذا الانسان ميليشيا، هذا يعطل الملاحه الدوليه وهذا وهذا وهذا، وانتم تقولون لا تعاملوا معاه، لا تقصونه، لا تبعدونه، لا تحاربونه، لا تدخلون صنعاء بجيش، لا. انظروا شوف كيف يسوي، هو اللي قفل الان قال كذا. فاذا منع السعوديه منعت وقفت النفط لسبب تهديدات الحوثي، العالم كله بيتضرر. هي ما السعوديه ايش بتتضرر؟ بتضرر عندها اشياء ثانيه، عندها خدمات ثانيه، عندها ايرادات، وعندها اصلا رصيد مالي يكفيها ل10 سنوات لقدام. السعوديه حتى لو قفلت البترول تستغنى عن البترول ل10 سنوات جايه في الطريق. من اللي بيتضرر؟ الخارج. فاذا لهذا السبب هو في هذه الحاله لن يعتدي على السعوديه، انما سيعتدي على الشرعيه ومنع التصدير. لهذا السبب جاء قرار تصدير النفط حتى يتم وضعه في حاله حرجه بانه هو من قام بالتصعيد وضرب وسياتيه الضرب. اذا الحضارم يتساءلون يقولون وين نحن من هذا الكلام؟ بعض الحضارم يتساءلون انه نحن ما لنا كلمه ولا لنا قيمه. يعني نحن جابوا لنا الادخال الانتقالي جابته الامارات واخرجناه بالشرعيه. الجيش الحضرمي ما هو موجود، الحوثي يقفل ونحن الشرعيه تصدر. وين نحن من هذه اللعبه؟ ما لنا شيء، ما لنا قيمه، ما لنا كلمه، ما لنا جيش، هم كذا يقولوا الحضارم الحين. طيب انتم نقول لهم انتم فين اصلا؟ انتم فين من المعادله هذه؟ انتم كنتوا ادوات لعدن، فاصبح بعضكم نقول بعضكم كانوا ادوات لعدن، والبعض الاخر ادوات لصنعاء اصبح الان، وعاد صنعاء بدون الحوثي. طيب هل هذا الكلام هو الصحيح؟ شوفوا الحضارم منقسمين من يومهم، كل واحد يبغى، واحد سوى له حلف والثاني سوى له مرجعيه، والثالث سوى له جاء مجلس وطني، الثاني سوى له على اساس انه مكون سياسي سماها الجامع، والثاني سوى له مكون سياسي سماها المجلس الوطني، وهكذا. والان جاء المحافظ الخنبشي سوى له مكون مجلس تنسيقي والى اخره، وهكذا بيجلسون ليوم الدين وامهم يلعبون. اين انتم من هذه اللعبه السياسيه كلهم؟ ما صفر على الشمال. موجودين مناصب، موجودين وزراء، موجودين مسؤولين، موجودين، لكن هل لهم تاثير في هذا اللي بيحصل؟ حوثي يمنع وشرعيه تصدر، ما هم وين لهم من هذا الكلام؟ هذه قسمتهم وهذه نسبتهم في ارضهم. هل هو اليمن اللي قائم الان هو يمن ما قبل عام 90 عن طريق الحزب الاشتراكي الذي كل شيء له، ولا يمن ما 90 الذي كل شيء بيد الحزب الواحد والنظام السابق الذي قامت الدنيا عليه؟ فعلى كل حال الاتصال جاء ما ادري. على كل حال الحضارم الان ما هي نسبه الجيش عندهم في هذا؟ مثلا نقول للشرعيه، نفترض الشرعيه، الجيش اليمني على اي اساس تكون؟ نحن شفنا الجيش اللي موجود في عدن كلهم من منطقه واحده، كلهم من منطقه محافظه واحده، محافظه لحج. التقسيم الاداري قبل عام 90 كلهم من محافظه لحج، اذا اعتبرنا الضالع ويافع وردفان هذه كلها مديريات تابعه لمحافظه لحج. عدن حتى ما في من عدن، ابين مش داخله، قد اقصوها خلاص، خرجوها من اللعبه كلها. فتحي بالازرق خرج قال معسكر واحد، انا توقعت كلهم من محافظه واحده، معسكر لواء كامل، توقعت انه من محافظه واحده، قال لا ما طلع من محافظه واحده. طيب من قريه واحده، قال لا مش من قريه واحده، قال من قبيله واحده. لواء كامل من قبيله واحده، هذا اللي قايم في عدن. اذا انتم حضرموت اللي تشكلون مساحه جغرافيا اليمن ككل، هذا عندكم خاصيتين في حضرموت. الاولى النسبه،
الجغرافية. أنتم تمثلون ثلث اليمن من حيث المساحة، أنتم تمثلون ثلثين اليمن من حيث الاقتصاد. أين نسبتكم؟ مفروض تأخذون في الجيش أقل تقدير في الجيش اليمني كل، أنا ما أتكلم عن اللي موجود في حضرموت فقط، في الجيش اليمني داخل صنعاء، داخل عدن، داخل شبوة، داخل، تأخذون الحضارم يأخذون في الجيش اليمني ثلث الجيش اليمني، ثلثه. إذا كان الجيش اليمني 300,000، الحضارم المفروض يكونون فيه 100,000. الجيش اليمني إذا كان الجيش اليمني 150,000، أنا ما أتكلم عن الشرطة، أتكلم عن الجيش اليمني إذا كان فيه 150,000، الحضارة المفروض يكون نسبتهم 50,000. قالوا أنتوا عددكم قليل. طيب أنتوا عددكم كثير، ليش تأخذون نسبة الجيش من مناطق معينة بنسبة 90-80% والبقية تكملة عدد؟ طيب المناطق الثانية عندها جغرافيا كبيرة مثل حضرموت، خلوا هذه النسبة تساعدها أنها تكون شريكة في هذه الدولة. طيب نرجع على الاقتصاد، ما دام أن حضرموت فيها النفط 2,000,000 برميل كل شهرين، فتكون نسبة الاقتصاد يساعدها. فلنقول 20% من ناحية المساحة تكون في الجيش اليمني من الحضارم، 20% أخرى تكون من حيث الاقتصاد حضارم. إذا كان الجيش 150,000 يكونوا منهم 40,000 أو 30,000 فقط من الحضارم. هل هم موجودين الآن في الجيش اليمني؟ لا. حضرموت كلها اللي تشوفونها الآن بمساحتها ما يتجاوز عدد الجيش اليمني من أبناء محافظة حضرموت ما يتجاوز 2000 فرد في حضرموت أنا أتكلم، لكن اللي موجودين كلهم كانوا من الخارج، إما انتقالي جاء أو شرعية الآن جابت من الخارج. طيب هل سنرى جيش يمني من أبناء حضرموت في ريمة وفي مأرب وفي عدن وفي أبين؟ لا، لكن العكس يحصل. فهذه هي السؤالات اللي يطرحها البعض، يقول ما هي قسمة حضرموت، وين نحن من هذا الكلام؟ هذا الامتعاض. أنا كسالم أنا مع اللي قلت لكم إياه، أنا أكون في شراكة حقيقية مع اليمن، لست انفصالي ولا أدعي الوحدة أكثر من اللي موجودين في صنعاء، أقول أنا وحدوي. أنا أبغى عدل في الجمهورية اليمنية كافة. إذا كان الجيش 150,000، كم حضرمي بيكون منه هذا الجيش؟ خذوا في الاعتبار النسبة والتناسب، نسبة الاقتصاد ونسبة المساحة، حطوها خلوها ترفع من عدد أفراد أبناء حضرموت في الجيش في هذا التشكيل الجيش. هذا هو. أما من ناحية السياسة تجيبوا لنا 100 واحد عادي وزراء، لو خليتوا حتى الوزراء كلهم حضارم، ما في الأخير صفر على الشمال، ما يقدمون ولا يأخرون. القرارات أما كانت في عدن أو كانت في صنعاء. انظروا مبخوت الماضي ماذا صنع بحضرموت، انظروا فرج البحثني ماذا صنع بحضرموت، واللي قبله واللي بعده نفس الكلام، يجيبوهم بس يمرروا مشاريع يوقعوا. انظروا الوزراء اللي موجودين الآن حضارم في المكان، 6 أو 8 وزراء حضارم، أينهم صفر على الشمال، ما هم شيء للأسف. الواحد يقول يا أخي، أنا أقول لهم حضرموت والحضارم أصبحت سمعتهم الآن على المحك. وبعدين كيف هي تشكلت سمعة الحضارم؟ كيف تشكلت؟ سمعة الحضارم تشكلت من اللي خرج من حضرموت في داخله طيبة وكرم وأخلاق وأدب وذوق، هو اللي خرج راح اندونيسيا، شرق آسيا، شرق أفريقيا، دول الخليج، كل مكان. اللي خرج من حضرموت هذا اللي نقل الصورة الحقيقية للحضارم. اللي بقى منها من هذه المجموعة كلها اللي بقى من الحضارم في أرضهم، شوفوا كيف نسبتهم الآن، كيف صراعات بينهم البين، يفتنون على بعض، يكرهون بعض، يشتغلون ضد بعض، وهكذا. بس اللي بقى مش كلهم طبعا، فيهم المسكين الغلبان، لكن الصوت القوي اللي بقى الآن على الأرض مش هو هذا اللي نقل السمعة الحضرمية للخارج. اللي نقلها اللي خرج، أمثالي وأمثال الملايين اللي تشوفونها، أكثر من 12 مليون حضرمي في الخارج، خرجوا نقلوا السمعة الطيبة عن حضرموت، لأنه الطيب في داخلهم. واللي بقى 50-60% منهم أصحاب الصراعات، يا يرون حضرموت تابعة لجماعة اللي في عدن، يا آخرين يرون في حضرموت تابعة، ومجموعة كبيرة برضو موجودة مساكين ما لهم كلمة ولا لهم تأثير، غلابة، حتى إن كانوا من أبناء القبائل ولا كانوا من المجتمع المدني ولا كانوا كوادر في الجامعات ولا في ما لهم وما هكذا. بس هذا هو اللي حبيت أوصله. الموضوع كله 14 دقيقة وصل، موضوع الاستئناف، موضوع الجيش في النسبة والتناسب، الموضوع الأخير سمعة الحضارم التي أصبحت على المحك، ويتم استخدامهم إما من داخل عدن أو من داخل صنعاء، ويأتونك ثورة ثورة يا جنوب، ولا وحدة وحدة يا يلا السلام عليكم. وصلت 14 دقيقة.